السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، والشتاء دخل خلاص وبدأنا نعمل حاجات الشتاء. نعمل معاكم اللكلوك الجميل دوت، بسيط جدا بمنتهى البساطة. لو تعرفي غرزة العمود بلفة، لو انت مبتدئة هتعمليه بمنتهى السهولة. حضري بس شلة خيط متوسط السمك او بواقي الخيوط لو انت هتلونيه، وهتعمليه معانا بمنتهى السهولة. انا جايبة خيط اهوت متوسط السمك، هستخدم له ابرة رقم 1 استانلس، لكن انت ممكن لو عندك ابرة ألمونيوم هتستخدمي له نمرة 2.5 او 3. هنبدأ نعمل عقدة البداية ونرتفع او نعمل يعني 4 سلاسل ونقفلهم حلقة. نقفل من اول واحدة، طبعا اللي هي عقدة البداية ما بتتحسبش، ملناش دعوة بيها. بنرتفع 3 سلاسل ونخش جوه الحلقة ونعمل 10 أعمدة بلف. هنخلص 10 أعمدة ونقفل الدايرة بمنزلقة. لو انت هتعملي مقاس أقل ممكن تصغري عدد الأعمدة اللي في الدايرة دي. لو انت هتعملي مقاس أصغر من 40 أو 39، أنا بنعمل مقاس 40 وده برضو نفس العدد ينفع ل39. هندخل في السطر التاني، في كل فتحة هنعمل فيها أو كل فراغ هنعمل فيه عمودين. احنا هنعمل طبعا بحيث ان انا نقيس على صوابع رجلي من قدام ويبقوا على قدها بالظبط. خلصت السطر اهوت وقفلته. هنرتفع 3 سلاسل ونعمل السطر اللي بعده. مش هنوسع كتير طبعا، بس حسب المقاس اللي انا هنعمله على صوابعي. هنعمل 2 وبعدين يعني طبعا اول 3 سلاسل هنعتبرهم ارتفاع عمود، نعمل جنبهم عمود، وبعدين الاول هنقيس اهوت هنتنيها كده ونقيس على صوابع رجلي ونشوفها قد ايه. لو هنقيس كده على الصوابع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو، نخليها ايه على القد كده بالظبط. ما تبقاش مفرودة وواسعة، عشان الشراب يبقى ايه، لازم يبقى على القد. الشراب او الجوانتي لازم يبقوا على القد. هنكمل. انا عملت 2 في الاول وبعدين واحدة عمود يعني، وبعدين في الفتحة اللي بعد كده هنعمل عمود. يبقى انا هشتغل 2 1 1 2 1 1 وهكذا لغاية اخر الدايرة او اخر السطر. ادي 1 1 وبعدين نعمل اللي بعدها نعمل 2 وهكذا. طبعا لو مقاسك اصغر مش هتزودي كده،
هتعملي طبعا 3 1 1 1 2 1 1 1 2 وهكذا، أو حسب المقاس بتاع رجلك، لأن في بيبقى مشط الرجل عريض من قدام وفي بيبقى صغير، فحسب المقاس اللي انت بتشتغليه. هنشتغل بالشكل ده لآخر السطر. هنقيس كده على الصوابع عشان نتأكد. طبعا انا بوريك تقيسي ازاي طبعا، لان الفرشة دي مش قد الصوابع اللي انا بنقيس عليها، بس بقولك تقيسي ازاي. تحطها على صوابعك كده لحد ما تلاقي المقاس مظبوط. نفضل نرتفع كده لحد ما نعمل لغاية نغطي الصوابع كلها لغاية الصبع الصغير. أنا في السطر ده بنرتفع، بنزود كل 4 أعمدة بزود عمود، يعني في الخامس بزود عمود زيادة. كل ده احنا بنقيس كل مدى ما بنقيس على ايدي الصابع، يعني عشان نتأكد اللي انا صابع رجلي، عشان نتأكد من المقاس. هنطلع بقى في سطر جديد وهنشتغل فيه برضو. ممكن نزود وممكن ما نزودش، حسب، مش شرط في كل سطر ازود يعني. لو لقيت المقاس الاتساع بتاعك خلاص بقى مظبوط، ما وسعش بقى، ما زودش، افضل ارتفع من غير زيادة. لقيتني عايزة ازود كل 4 غرز او 5 غرز نزود غرزة عشان نظبط الاتساع او الدايرة بتاعت الرجل اللي على قد الرجل. ونشتغل بقى كده لحد ما نوصل ان انا نغطي الصوابع، نوصل للصوابع لاخر صبع اللي هو الصغير. هنخلص بقى السطر ونقفل بمنزلقة.
أنا كده وصلت للارتفاع اللي أنا عايزاه بالنسبة للمقدمة بتاعت الصوابع. بنقيس على صوابع رجلي كده بالمنظر ده لغاية ما أشوف اللي أنا وصلت للصبع الصغير، لأنهم ما بيبقوش مستوى واحد زي الطربوش كده لما بتحطيه، بس يكون طبعا ماسك على الصوابع، ما تخليهوش مرخي عشان مع اللبس هو بيوسع. ممكن نشتغل سطر بدون تزايد خالص لو لقينا اللي احنا محتاجين لسه نزود كمان. هنشتغل في كل فتحة عمود بلفة. خلصنا السطر هنقفله. طبعا نشوف كده على المقاس بتاعي بالظبط. نخلي الحتة بتاعت البداية والنهاية اللي هي بتاعت التقفيل المقفولة دي بتبقى من ورا في بطن الرجل من تحت، منخليهاش في الجنب ولا في المقدمة من فوق، خليها في بطن الرجل. هنقسم كده هنعمل له وش وظهر، يعني هيبقى أعلى الرجل وأسفل الرجل. هنيجي من الجناب كده ونعلمها بعلامة عشان هنبدأ بقى نقسم ونشتغل الغرزة بتاعت وش القدم أو وش اللكلوك. هنعلم بأي حاجة موجودة إن شاء الله، بخيط ملون أو بدبوس أو أي حاجة، لأن احنا مش عايزينها يعني غير إني هنشتغل السطور بس اللي هي تحت ديت عشان نعرف إن أنا وصلت لحد فين وخلاص. هنعد 4 أعمدة من الجنب ده و4 أعمدة من الجنب ده اهو. الجزء اللي في النص ده هو اللي هيبقى بتاع الغرز، اللي هيبقى على وش اللكلوك من فوق. هي غرزة بسيطة مش محتاجة، يعني هي محتاجة بس انك تبقى عارفة العمود بلف. هندخل جوه الفتحة عشان نعمل التلات سلاسل الارتفاع عشان يعتبروا عمود، عشان شكلهم ما يبقاش باين ان هما بداية السطر. ونشتغل في كل فتحة عمود بلفة. وهنكمل برضو 4 أعمدة في الجزء اللي في الأمام، 4 أعمدة بس.
وبعدين نبدأ نشتغل الغرزة. الغرزة طبعا هنشيل خلاص، ما بقتش محتاجة العلامة، هنعلم بيها من الناحية التانية عشان لما نوصل نعمل قبلها 4 أعمدة. نشتغل بقى الغرزة، هي غرزة سهلة خالص. هنسيب الفتحة اللي هنخش فيها المفروض نخش فيها، نخش في اللي بعدها ونعمل عمود بلف، وبعدين نرجع اللي انا سبتها واعمل فيها عمود بلف. يبقى انا عملت كده حرف الاكس. هنسيب الفتحة اللي هنخش فيها ونروح للي بعدها، وبعدين نرجع نخش فيها. علامة الفي بتاعت اللي هي الحساب، يعني اللي هي الفي الضرب دي. نفوت غرزة ونروح اللي بعدها نعمل فيها عمود، وبعدين نرجع نخش في الغرزة تاني ونعمل فيها عمود. هنشتغل الغرزة لحد ما نوصل ل4 أعمدة قبل الآخر. نعمل غرزة كمان، كده دي اللي هتبقى على وش اللكلوك من فوق. نكمل بقى أعمدة لحد ما نوصل لآخر السطر. هنقفل السطر ونرتفع 3 سلاسل، نخش الأول جوه الفتحة ونعملها بغرزة حشو ونرتفع فوق منها سلسلتين، ويبقى ده أول عمود. ونشتغل في كل عمود، فوق كل عمود عمود، أو في كل فتحة عمود، لحد ما نروح عند الغرزة بتاعة اللكلوك ونعمل فوق منها نفس اللي عملناه في السطر الأول.
اهو جينا عند الغرزة بتاعت اللي هي بتاعت اللكلوك، اللي هي بتبقى فوق على الوش اهو. هنسيب الغرزة الأولى ونخش في التانية ونعمل عمود بلفة، ونرجع للغرزة اللي أنا سايباها وأخش بعمود بلفة، وهكذا. أسيب غرزة وأروح للتانية، وبعدين أرجع للغرزة وأخش فيها عمود. أخش بقى في كل فراغ وأعمل عمود، وهكذا ارتفع بنفس النظام لحد ما أعمل الوش بتاع اللكلوك كله لحد الساق بقى، اللي هو الارتفاع بتاع الرجل بقى. بنفس الطريقة لحد ما أوصل للنهاية بتاعت عند الكعب. اهو كده عملت الوش بتاع اللكلوك كله. هنيجي بقى نعمل الكعب لوحده. هنقطع الخيط ونيجي من عند الغرز اللي هي العمود بعيد عن الغرزة خالص ونشتغل. نسيب الجزء اللي فوق ده على وش اللكلوك من فوق، ونيجي عند العمود اللي في الجنب اللي هما الأربعة اللي كنت عاملاهم، 4 و4 دول. هنشتغل طبعا الكعب اهو. نلضم الخيط اهو، او نثبته كده بغرزة منزلقة او غرزة حشو، ونرتفع 3 سلاسل او سلسلتين فوق غرزة الحشو عشان نعتبرها هي كده سلسلة، ونخش في كل عمود عمود، او كل فتحة يعني عمود، زي ما كنت شغالة، بس ما عدا الجزء بتاع الغرزة بتاعت اللكلوك دي. نشتغل كده رايح جاي عشان نعمل الكعب. طبعا الخيط بناخده معايا في الشغل، الخيط الزيادة. نفضل نشتغل لحد ما نوصل للطول بتاع الكعب من ورا. نشتغل بالشكل ده رايح جاي رايح جاي اهو كده. هنشتغل من اول عمود، نلف كده رايح جاي رايح جاي لحد ما نوصل للطول بتاع الكعب. طبعا كل واحد حسب مقاسه يعني. هنيجي بقى كده نشتغل في السطر ده، نقسم كده الجزء ده نصين كده عشان نعرف النقطة بتاعت الوسط فين، وهنشتغل تناقص بس نوصل كده لل5 أعمدة اللي في النص.
هنوصل لل5 أعمدة اللي في النص ونعمل اهو. هنقسم كده الأول اهو. هناخد بقى ال5 اللي في النص نعلم بإيدي كده بس نعرفهم، ونشتغل الأعمدة بس بدون سحبتين، نعمل سحبة واحدة بس اهو. التاني برضو سحبة واحدة، التالت نسحب سحبة واحدة، والرابع سحبة واحدة، والخامس سحبة واحدة، وبعدين نسحبهم كلهم اهو ونقفلهم بسلسلة. نرجع بقى نشتغل في كل فتحة عمود عادي نكمل. ده التناقص بتاع الكعب. طبعا عشان الكعب ما هوش خط مستقيم، يعني الدوران بتاع الكعب نعمله اهو. لو تنينا كده هنلاقي بقى فيه ايه دوران شوية. نكمله بقى السطر. كملنا السطر وبعدين هنعمل برضو تناقص تاني في السطر التاني من النص برضو. هنشتغل 3 سلاسل ارتفاع وجنبهم عمود بلفة. ودي الطريقة دي بنعملها في الكوفية برضو، اننا التلات سلاسل ارتفاع بنعمل جنبهم عمود بلفة عشان يبقى متين كده وشكله انضف يعني. هنشتغل كده فوق كل عمود عمود، ونيجي في النص قبل التناقص، وهناخد ال3 أعمدة من كل ناحية نعملهم تناقص اهو. نعد كده نشوف. طبعا الخيط خلص. انا ربطته اهوت. فالربطة دي طبعا هنضيعها في الشغل او نبقى نلضمها بعد كده. بنعملها طبعا كبيرة كده عشان نلضمها بإبرة التنظيف ونضيعها في الشغل. طبعا قبل التناقص ب3 غرز هناخدهم ال3 غرز دولت ايه 3 أعمدة بسحبة واحدة اهو. ادي ده تاني واحد، ده التالت. بسحب سحبة واحدة من العمود وبعدين افوت التناقص واخد 3 أعمدة بعديه برضو. ادي 1 2 ادي التالت. نسحبهم كلك بقى سحبة واحدة ونقفلهم بسلسلة. نكمل بقية السطر أعمدة عادية. أنا كده عملت سطرين تناقص، فعملت دوران اهوت. خلاص أنا خلصت كده. نقص الخيط ونلضمه بإبرة التنظيف ونخيطه. وطبعا الخيط الزيادة ده اللي جوه هنضيعه في الايه بالإبرة برضو.
كده انا عملت الطول بتاع الكعب، خيطته اهو. هنيجي بقى من ورا هنغير اللون بتاع الخيط، وهاجي من ورا فوق الخياطة كده وندخل الإبرة ونسحب الخيط الجديد. نثبته بسلسلة، وكمان سلسلة فوق منها أو غرزة حشو، وبعدين نعمل فوق منهم سلسلة كمان. يبقى كده يعتبر أول عمود. تاني عمود هنعمله ناخد الخيط اللي هو بتاع الزيادة معايا في الشغل، هنعمل فيه في كل فتحة بتاع أو عمود يعني بالعرض ده، العمود اللي بالعرض ده 2 عمود. هنلف حوالين الدايرة بتاعت الصورة بتاعت اللكلوك. في فوق كل عمود بالعرض هنعمل 2 عمود. هنمشي حوالين الدايرة دي كده اهو. خلصتها، عملتها أعمدة اهي. السطر التاني بقى هنرتفع 3 سلاسل، ونيجي عند أول عمود ونعمل عمود أمامي، واللي بعده عمود خلفي، وهكذا عمود أمامي أو بريد أمامي وبريد خلفي زي ما تحب تسميه، الاتنين واحد. هنشتغل بالطريقة ديت. انا ارتفعت 7 أسطر. لو عايزة تزودي أكتر عشان يبقى اللكلوك يعني زي البوط كده يدفي، ماشي، يبقى جميل برضو حسب ما انت عايزة. انا عملته متوسط يعني اهو. عملت 7 سطور، وبعدين في الاخر عملت الفستونات اللي فوق دي او النص وردة او المروحة حسب ما تسميها. نعمل معاكم اهو في الفردة التانية من غير ارتفاع خالص. هنبعد 3 أو 4 أعمدة ونخش بعمود بلفة، نعمل 3 عمود بلفة في الفتحة الواحدة، وبعدين سلسلة، وبعدين برضو في نفس الفتحة أخش وأعمل 3 عمود بلف. وبعدين نبعد زي 3 أعمدة أو 4 ونعمل غرزة حشو، وبعدين برضو نفس الحكاية أروح على بعد 3 أعمدة أو 4 أعمدة ونعمل عمود بلف. نوزعهم بحيث ان هم يبقوا 7 فستونات او 7 مراوح او 7 نص وردة زي اللكلوك التاني. نوزعهم كده حوالين الدايرة بتاعت او الاسورة بتاعت اللكلوك.
نكمله بقى زي دوت اهو، عاملاه 7 فستونات من فوق. بكده احنا خلصناه. هنعمل له وردة بقى زينة. ممكن تعملي له انتي رباط كده بكور مثلا بلون تاني. انا عملت له الوردة البسيطة ديت، وورقة الشجر ديت انا كنت موريها لكم في المفرش بتاع السفرة اللي هو الوحدات. ويا رب يكون الشرح واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.